السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين ليا في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل وصفة غداء اقتصادية مغذية وفي نفس الوقت قيمتها الغذائية عالية جدا، لا فراخ ولا لحوم، والكل هيحبها ويبقى فرحان بيها جدا جدا جدا. عن الرز وعن الطبيخ وعن الجو، لان الجو حر جدا، والوجبات ديت بتبقى خفيفة وسريعة وبقى طعمها حلو وبتاكل سخنة كده ساعة ما تخرج من الفرن. شايفين؟ بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ال- المخبوزات بتتكلم عن نفسها. طعمها حلو وهشة، والعجينة بتاعتها مظبوطة جدا جدا جدا. وخطواتها سهلة جدا، ما تقلقيش، خطواتها سهلة جدا جدا وبسيطة. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا نشوف الوصفة الجميلة ديت اتعملت ازاي. أهم حاجة العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا لازم تكون هشة وطرية عشان المخبوزات بتاعتنا تكون جميلة. أول حاجة معايا كوباية من المية الدافية، وكوباية من الحليب. حابة تستبدليه لبن، حابة تستبدليه حليب، زي ما تحب. تمام. دلوقتي معايا بيضة، حطيت البياض وخليت الصفار على جنب. حابة تستبعدي الخطوة ديت مفيش مشكلة خالص، هيبقى جميل جدا جدا بدون بيض. بس احنا بنحب نعلي القيمة الغذائية بتاعة المخبوزات بتاعتنا شوية. شايفين ما شاء الله؟ طبعا معايا 4 معالق من السكر ورشة من الملح، ومعايا كمان نص كوباية من الزيت على نص كيلو دقيق. تمام لحد كده؟ تمام، عشان ما تهوش مني. بس اهم حاجة المخبوزات بتاعتنا وخطواتها تكون سهلة وبسيطة، وتكون ايه، يعني الخطوات مظبوطة عشان العجينة معاكي تطلع كويس. معايا معلقة من البودر، ومعايا معلقتين من الخل، فورتهم كده على البودر. تمام لحد كده؟ تمام تمام بإذن الله. بعد كده هبدأ العجين بإيدي كده. العجينة طبعا بتتلزق كتير جدا في الأول كده، بس شوية شوية طبعا. بوجود الزيت العجينة بتبدأ كده تسيب من الإيد وبتتعجن كويس جدا، وخطواتها سهلة. بتاخد معايا في العجنة حوالي يعني من 4 ل5 دقايق بالكتير خالص، وبتكون جميلة جدا جدا بإذن الله. طبعا العجينة مش بتكون يابسة قوي، لا، بتكون العجينة بتشبط في الإيد بس، تكون معجونة كويس، مخدومة كويس. تمام. لو وصلتوا معايا للنقطة دي ما تنسوش تدعمونا باللايك عشان الفيديو ينتشر شوية، والقناة بتاعتنا تكبر شوية بإذن الله، بعون الله كده، وبفضل الله ومساعدتكم ليا بإذن الله. شايفين العجينة بقت تمام 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 كده؟ هغطيها واسيبها في مكان دافي طبعا. شايفين اختمرت معانا جميلة جدا جدا، ولازم تختمر معانا كويس جدا عشان النتيجة تبقى كويسة. دلوقتي انا قطعت الكور بتاعتنا دي. الكرة حوالي يعني حوالي كده زي الليمونة الكبيرة، مش صغيرة، زي اليوسفي كده، حجم اليوسفي كده، أو الليمونة الكبيرة. تمام. طبعا كورتها كده ومعايا كوباية، أو ممكن أعوز إيدي كده زيت بسيط كده، مسحة زيت بسيطة، أو مسحة زيت بسيطة في القاع بتاع الكوباية، وأبدأ أفتح فيها فتحة كده زي ما حضراتكم شايفين. شايفين؟ سهل جدا وبسيط، اي حد ممكن يعملها، اي حد مبتدئ ممكن يعملها، اي حد ممكن بيقف في المطبخ لاول مره. وصفه اقتصاديه سهله جدا جدا وبسيطه، والكل باذن الله هيشكرك عليها باذن الله. شايفين؟ دلوقتي خلصت الكمية بتاعت اني افتح العجينة كده بالطريقة ديت. ومعايا بقى في الحشوة بتاعتها. الحشوة ديت ترجع لك انت، ممكن تحشي فراخ، ممكن تحشي لحمة مفرومة، ممكن تحشي خضار من خضروات، ممكن تحشي اي حاجة انت حباها. ممكن تحشيها. وبالمناسبة العجينة دي تنفع معانا للبزنة، تنفع معانا للمعجنات، اي معجنات عندك. العجينة ديت جميلة جدا جدا، وهم خيال. تحفة جدا جدا بإذن الله. دلوقتي أول حاجة معايا الصلصة. أنا عملتها بس هقولك طريقتها ايه. معايا 3 فصوص توم، ومعلقتين من الزيت، ومعجون الطماطم، ومعلقة نص معلقة زعتر، ملح وفلفل وكمون. واسيبها تتسبك على نار هادية لحد ما تبقى معانا بالجمال ده. تمام، دي أول خطوة معانا. طبعا ممكن نعمل بيتزاية كبيرة ونعملها بنفس الخطوات. شايفين ما شاء الله؟ دلوقتي انا حطيت الخطوه الاولى. الخطوه التانية ديت معايا الخضار متقطع، طماطم وفلفل، وفلفل الوان،
تمام. ومعايا حابة تحطي بقى لانشون حطي، حابة تحطي أي حاجة حباها، لحمة مفرومة، حطي أي حاجة خضروات عندك، حاجة ترجع لك. والحشوات دي طبعا ترجع لك بإذن الله، وهتكون جميلة جدا من إيدك زي العسل، والأولاد هيحبوها جدا. خارجة من الفرن كده ريحتها حلوة وطعمها حلو، هيحبوها جدا ويبقوا سعداء بيها، وقيمتها الغذائية عالية جدا، مش وحشة ولا حاجة. لا هتبقى حلوة بإذن الله. طبعا معانا الزيتون متقطع، الزيتون ده أنا عاملينه في البيت، منشرينه من المعمل، لا معمول في البيت. شايفين الجمال؟ ولا حول ولا قوة. جبن بقى، حطي جبن اللي انت حابة تحطيها على وش الخبز بتاعنا ده، وحطها بقى في الفرن، على فرن انا سبتها بقى 10 دقايق بس، يا دوبك بقى ايه. وحطيتها كده، وجبت الصفار بتاع البيضة ومعلقتين لبن عليها، تمام. ورشة من الفلفل الأسود، وبدأت إني أدهن الأحرف بتاعة الفطاير بتاعت على فرن متوسط من تحت ومتوسط من فوق لحد ما تنفش معانا وتبقى بالجمال ده. شايفين؟ بسم الله الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يلا حبايب قلبي شيروا الفيديو عشان الكل يستفاد. وإن شاء الله إن شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا، جربوها وقولوا لي في التعليقات رأيكم فيها إيه. إن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. شايفين؟ بسم الله، تسوية مظبوطة والعجينة مظبوطة وكل حاجة فيها مظبوطة بإذن الله، هتعجبكم جدا. والسلام.